بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده عامل معاكم طريقه الجاتو. تمام، يعني حاجه اقتصاديه كده، ايه، خفيفه. تمام، جبت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كوبايه ونص من اللبن، حطيت كوبايه من الزيت، كوبايه ونص من السكر حسب الرغبه بتاعتك يعني. حطيت بيضتين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آه اضربهم كده كويس جدا في الخلاط. ماشي. هسيبهم بقى على جنب كده، واجيب ايه الحاجه بتاعتنا اللي انا هجهزها. ماشي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دول 3 كوبايات من الدقيق. ماشي، عشان انا هعمل صاج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هحللهم كده كويس جدا، هنخلهم يعني. ماشي، اهم 3 كوبايات بالظبط. ماشي، على قد الصاج بتاعك. حطيت كيس بيكنج باودر، اللي هو الكيك شيف، اسفه. تمام، هجيب معلقتين من الكاكاو او 3. ماشي، عشان انا عايزاها غامقه. ماشي اهو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا هحط كمان معلقه كاكاو بس في الاخر. ماشي، هحط بقى الفانيليا هنا مع الخلاط. على فكره انا هنا زودت كمان شويه لبن. ماشي، يعني يعتبروا كوبايتين 2 من اللبن. ماشي، كوبايتين 2 لبن، كوبايه ونص سكر، كوبايه زيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهو بيضتين 2. تمام اهو. هقلبهم كده كويس جدا، هنزل عليهم بالخليط اللي انا عملته ده على الدقيق، وانزل عليهم. ماشي، طب انا هنا عايزاها غامقه، هعمل ايه؟ هحط دلوقتي معلقه كاكاو كمان اهو، هنا عشان كانت فاتحه شويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكنت عامله لها لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كنت عامله لها بتاع شوكولاته. تمام، قبل الدهن عادي خالص، هتعجبكم. كنت عاملاها معاكم قبل كده، والنهارده انا عملتها مع الكيكه بس ما صورتهاش يعني. هتشوفوا الكميه دلوقتي انا كنت عامله كميه قد ايه. ماشي اهي، اقلبهم كده كويس جدا، واجيب الصاج بتاعي. كنت عامله صاج كبير، هدهنه بقى من السمنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اهو. اذكروا الله يا جماعه. هعمل الحروف كده بالسمنه، وهديها كلها كده بالسمنه. ماشي اهو. هجيب الخليط كله واحطه في قلب الصاج. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اهي بص، الخليط بتاعه جميل جدا، يعتبر زي الكيكه العاديه خالص، بس انا هعملها في الصاج عشان تبقى رقيقه شويه، متبقاش سمكها عالي، وكمان عشان الصاج كبير. تمام اهو كده، هي كانت جاهزه وتمام، وطبعا مسخنه الفرن ومية مية. يلا بينا نحطها في الفرن اهي. نحطها في الفرن. هي اخدت معايا بالظبط كده من 15 ل20 دقيقه، ما زودتش عن كده. نعملها باللي هي الخشبه بتاعت الشيش طاووق. جميله جدا، طابت ومية مية. هطفي بقى عليها واسيبها لما تبرد خالص براحتها خالص. تمام، تبرد خالص يعني، كانت تكون ساقعه. ماشي، هنا كميه الشوكولاته معايا اللي انا عاملاها دي، وهنا جبت كوبايه من الكريم شانتيه. ماشي عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربع كوبايه من اللبن، ربع. انا كنت جايبه الكميه دي كلها على اساس ان انا هعملها، لا، ما الحمد لله انا ما حطيتهاش يعني. ربع كوبايه من اللبن. ماشي، وهنا احتجت لقيته خفيف جامد. حطيت كوبايه من الكريم شانتيه، حطيت عليهم كمان زي معلقتين كده. ماشي، كريم شانتيه. ماشي، عشان تبقى مظبوطه يعني كوبايه بالظبط، حطيت عليهم اقل من ربع كوبايه لبن. ماشي، عشان تبقى سمكها مظبوط. خلاص، وده افضل اضرب فيهم كده لحد ما يتقل. ماشي، هنا الشوكولاته، كميه الشوكولاته اللي انا كنت عاملاها، حطيت كوبايه من اللبن ايوه، كوبايه من السكر، كوبايه من ال من الكاكاو. ماشي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحطيت تمام كده، لا كده او كوبايه من الزيت. كل ده يتضرب كله في الخلاط لحد ما يتقل خالص. هتشوفوا الكميه بتاعته التقل بتاعه دلوقتي مظبوط جدا. خلاص اهي معاكم، هبقى اعمله في مره معاكم كده، ايه، على الهواء مباشره. تمام اهو. هضربه كده كويس جدا، هوريكم دلوقتي انا عايزاه ازاي. بس الاحسن بقى ان انت تحطيه قبل ما تشتغلي بيه، حطيه في الفريزر شويه
يجمد معاك ويمسك. انا هنا اشتغلت بيه على طول. ماشي اهو، كان كده مظبوط. هوريكم كمان ضربت شويه كمان عشان كنت عايزاه شويه كمان تقيل اهو. اهو شايفين عامل ازاي اهو، كده تقيل جدا مظبوط كده. اطلع بقى المضرب بتاعنا. طيب انا هنا نجيب بقى كيس الحلواني خلاص اهو. احط فيه البلبله دي اللي هي بتاعه الكريم شانتيه، اسمها بلبله، هي اسمها كده اهي. يلا بينا عشان اصب الكريم شانتيه كله في قلب الكيس الحلواني. التركه بقى المظبوطه المفروض انت تعمليها، تحطي الكريم شانتيه دوت بعد ما تعمليه تحطيه في الفريزر شويه يمسك، او في التلاجة براحتك، بس هو في الفريزر احسن واضمن. تمام، حطي الكميه كلها في قلب الكيس اهو. انا هنا اشتغلت بيه على طول، ودي كانت الغلطه يعني الوحيده اللي انا عملتها. ماشي اهو. اجيب بقى الحاجه بتاعتي اهي. جبت الكيكه بتاعتي، كانت بارده خالص، بارده يعني، مش بارده خالص، لا بارده مش سخنه. احاول على قدر الامكان. بص التقل بتاعه جميل جدا. دي قابله للدهن، ممكن تعملي بيها تورتايه، ممكن تعملي بيها اي حاجه تعجبك، ممكن تعمليها بيها. ممكن تعملي بيها سندوتشات، تعمليها للولاد في المدارس وهم رايحين المدرسه اهي. سويها كلها ماشي اهو. واتفض مني كمان برطمان وشيلته خلاص اهو. هعمل منه للعيال وهي رايحه المدرسه، تعملوا منه سندوتشات جميله جدا. طيب هنا انا اقطعها بقى اهو. تخلي السمك بتاعها زي كأنك بتعملي حته جاتو كده ماشي اهو. اللهم صل على النبي اهو. المفروض بقى كنتي حطيت الكريم شانتيه دوت حتى لو على الاقل خالص ربع ساعه في التلاجة في الفريزر، بس بصراحه انا اشتغلت بيه على طول خلاص اهو. عشان كده كان بيمط، المطه دي لازم تحطيه في الفريزر شويه ماشي. اللهم صل على النبي. دي الغلطه الوحيده اللي انا عملتها، لا حطيه في الفريزر شويه. المطه دي هتضيع منك، هتبقى كويسه جدا معاكي. تمام كان جميل جدا بألف هنا وشفا. بصي المنظر. يلا بينا هنطلع اهو. بس سمكها مظبوط جدا، معقولة. كانت جميلة جدا 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 بألف هنا وشفا. تمام جميلة جدا وبألف هنا وشفا. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا وشفا. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.